ليه رياض سليم هو الحل الأمثل إن هو يلعب كجناح للنادي الأهلي الفترة اللي جاية وخاصةً في بطولة الانتركونتيننتال. تعالَ معايا بسرعة أقول لك ليه. أولًا بدون أي نقاش كده سريع، رضا سليم من أحسن اللعيبة اللي تقدر تمُر واحد على واحد بعد حسين الشحات في النادي الأهلي حاليًا. زي ما أنت شايف كده لعيب سريع خفيف بيقدر يمُر بالمهارة زي اللقطات اللي أنت شايفها قدامك دي في ماتش أورلاندو اللي فات، وزي اللقطة دي برضه في ماتش البنك الأهلي، وزي اللقطات ديّة لمّا كان لسه في المغرب هناك في الدوري المغربي. زي ما أنت شايف كده لعيب عنده مهارات استثنائية وزئبقي. تاني حاجة معايا بقى ودي بالنسبة لي أهم من الحاجة الأولانية وهي عرضيات رضا سليم. زي العرضية دي كده اللي قدر رامي ربيعة يجيب منها هدف ماتش البنك الأهلي ولكن للأسف اتلغي. ولكن شوف دقة العرضية عاملة إزاي، من أحسن منفذين العرضيات تقريبًا في الأهلي كجناح، أحسن من بيرسي تاو، أحسن من حسين الشحات نفسه، أحسن من طاهر، أحسن من كل الموجودين في حتة العرضيات. وتعالَ أفرجك على كورنر لعبه أيام الجيش المغربي، شوف لعب كورنر إزاي في الجول على طول. ومعظم الأسيستات اللي كان بيعملها هناك كانت بتبقى من عرضيات مميزة زي العرضية اللي لعبها رامي ربيعة ماتش البنك الأهلي ده. نزل ربع ساعة عمل عدد عرضيات مهول، تقريبا عمل 4 عرضيات كلهم كانوا صح وكلهم كانوا بشكل مميز جدا. عشان كده رضا سليم هو الحل الأمثل للأهلي في ماتش الانتر كونتيننتال الجاي وكمان للفترات اللي جايه، وكمان بسبب مجهوده البدني الوفير. لعيب عنده مخزون بدني بيقدر يلعب 90 دقيقة بنفس المجهود تقريبًا، رغم إنه بعيد بقى له فترة. ولكن لمّا لعب ماتش أورلاندو في الطقس الحر الماتش اللي فات، قدر يقدم مجهود مميز جدًا. يبقى تاني نقول رضا سليم أساسي ليه؟ عشان عرضياته وعشان لعيب مهاري ما حدش بيقدر يوقفه. نتمنى إن كولر ياخد في اعتباره الكلام دوّة وما نلاقيش بيرسي تاو في الآخر هو اللي بيلعب بدون أي فايدة خالص ويفضل يتزحلق في الملعب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك عشان الفكرة توصل للناس كلها ويمكن توصل لمستر كولر. سلام.